تخيل انك صحيت من النوم، فطرت في البيت وشربت قهوه في البيت، وكمان اتغديت واتعشيت في البيت. ما روحتش مطعم، ما طلبتش دليفري، وحتى كمان مواصلات ما دفعتش تذكره النهارده، لانك ببساطه عندك اشتراك سنوي. منطقي جدا انك تقول ان اليوم ده تقريبا ما كلفنيش اي حاجه. هل ده صح؟ انا زيك، كنت فاكر كده. كنت فاكر لما صحيت من النوم انا ما صرفتش حاجه، لكن لما حسبت الفطار، الغدا، العشاء، القهوه، نصيب اليوم من الايجار، الموبايل، المواصلات، النت، اكتشفت ان اليوم العادي ده فعلا بيكلفني كتير. بيكلفني حوالي 600 كورونا. الاغرب بقى ان الفلوس دي كلها ما حسيتش ان انا دفعتها. في الفيديو ده هقول لكم بالظبط الفلوس راحت فين، وهحسب معاكم تكلفة يوم حقيقي من حياتي كطالب عايش هنا في براغ. واخر الفيديو ده هنشوف اذا كان فعلا الطبخ في البيت بيوفر ولا الحياة في براغ غالية مهما حاولت توفر. مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هيكون عن سؤال بيتكرر كتير جدا جدا جدا. طالما انت طالب عايش في براغ، مصاريفك اليوميه هتكون كام؟ هتصرف كام اخر اليوم؟ تيجي تبص على الابليكيشن بتاع البنك بتاعك ما تتفاجئش وتشوف الحساب اللي طلع منك. بس انا مش هديكم اسعار عامه من النت، انا هحكي لكم من واقع مصاريفي ان انا بالفعل بصرفها. مش هقول لك ان الاكل بيبدا بكذا وان السكن بيبدا بكذا، انا هقول لك يوم حقيقي من ايامي، وهحسب معاك كل حاجه انا استخدمتها، حتى كمان الحاجات اللي انا ما دفعتش فلوسها في نفس اليوم هحسبها لك. انك ببساطه ممكن تقعد لاخر اليوم وتقول انا ما صرفتش غير 100 كورونا، لكن انت ناسي ان في ايجار بيدفع، ان في فواتير عليك بتدفع، ان في تامين عليك بيدفع، وان في اكل كنت مشتريه قبل كده ومخزنه عندك. علشان كده النهارده انا هحسب لك بطريقتين. الطريقه الاولى الفلوس اللي انت استهلكتها في الاكل والشرب خلال اليوم، والطريقه الثانيه هي التكلفه الحقيقيه بعد ما نضيف نصيب اليوم من المصاريف الشهريه والسنويه. وقبل ما نبدا اكتب توقعك في التعليقات. يوم عادي لطالب في براغ وكله اكله من البيت، شوف ممكن يكلف كام؟ 200، 300، 600 كورونا؟ مش عارف، اخر الفيديو هقول. انا بشكل عام اللي يعرفني او اللي ما يعرفنيش، انا حابب وبفضل ان اكلي كله يكون في البيت. انا اللي بعمله، انا اللي شايفه، انا عارف انا بجيب ايه، انا ضامن انا الحاجه دي هتكون كويسه معايا ولا لا. انا شايفها بعناية. الفطار في البيت، القهوه في البيت، الغداء والعشاء في البيت، كل حاجه انا بعملها في البيت من الالف للياء انا بعمله في البيت. حتى العصاير، كل حاجه كل حاجه انت تتوقعها وما تتوقعهاش بعملها في البيت عندي. طبعا مش معنى كده ان انا ما بخرجش، ان انا ما بصرفش بره، ان انا ما بشتريش اكل من بره، لا. في ساعات كتير قوي بضطر ان انا اعمل حاجه كده، بضطر ان انا اجيب اكل من بره. علشان كده الاكل في البيت بالنسبه لي مش بس مجرد اختيار صحي، هو جزء اساسي من تنظيم مصاريفي هنا كطالب. السؤال هنا، هل الاكل في البيت فعلا رخيص ولا لا؟ تعالوا نحسبها بالورقه وبالقلم وبالارقام ومن واقع تجربتي الشخصيه. أنا اول حاجه في اليوم الفطار، الفطار العادي بتاعك، الفطار المصري الاصيل، عيش، جبنه، بيض، لانشون، اي حاجه متاحه بالنسبه لك، مع كوبايه القهوه او كوبايه الشاي. انا مش هحسب هنا سعر كل حبه ملح او كل نقطه زيت، لكن لو حسبنا هنا متوسط تكلفه الفطار مع العيش مع الجبنه مع اللانشون مع كوبايه القهوه مع كوبايه الشاي بتاعتك، هتلاقي ان هو ممكن يكلفني في اليوم حوالي من 30 ل 40 كورونا. انت متخيل الرقم؟ انت واخد فطار ملوكي في فيو ملوكي مع كوبايه القهوه بتاعتك او كوبايه الشاي بلبن بتاعتك وانت دافع 40 كورونا. ممكن حد يقول ان 40 كورونا ده رقم صغير مقارنه لو انت هتروح تفطر في كافيه او هتروح تفطر في مطعم او حتى هتروح هنا في بيسترو صغير للفطار، بس هتدفع لك رقم اقل حاجه هتدفعها من 180 كورونا فيما فوق، وعلى حسب العروض اللي متوفره في اليوم ده. بس الفكره نفسها ان اليوم لسه بيبدا، فانت مع بدايه اليوم بتاعتك 40 كورونا. لو انت في البيت، مش في البيت فانت مع بدايه اليوم بتاعتك 200 كورونا، وانت ونصيبك على حسب بقى ما يكون في هناك عرض ولا ما فيش هناك عرض. احنا بنفتكر ان المبلغ صغير، بس خلي بالك ان المبالغ الصغيره دي لما تيجي تجمعها اخر الشهر بتبقى معاك برقم. يعني التكلفه هنا 40 كورونا الصبح كل يوم في 30 يوم، فانت الفطار بس مكلف معاك 1200 كورونا، الفطار العادي بتاعنا. لسه باقي عندك الغداء، العشاء، المواصلات، النت، اي فواتير تانية، الايجار. انا حسبت لك الفطار بتاعي بالقهوه. القهوه هنا انا ممكن اشتري كيلو قهوه بيكون حوالي 200 كورونا، 230 كورونا، 300 كورونا لو مفيش عرض. الكيلو ده هيقعد معايا شهر شهرين على حسب تكلفه الفنجان الواحد عندي، هيكون واقع عليا ب5 كورونا او ب7 كورونا. فمش حاجه لو انا تحت هنزل اشتري كوبايه القهوه من المكنه بتاعه السكن، فانا هدفع لي 25 كورونا او 30 كورونا على حسب نوع القهوه. لو انا هطلع اشربها مثلا في كافيه بره ولا حاجه هدفع لي من 60 ل 80 كورونا. شايف الفرق؟ انت جبت حاجه ب 250 كورونا وبعد كده بتعمل فنجان بتاعك ب5 ل7 كورونا، يا سيدي 10 كورونا.
مش هتفرق معاك. بس في فرق كبير قوي ما بين انت تصرف 10 كورونا في فنجان قهوه وانك تصرف 90 كورونا في نفس فنجان القهوه اللي انت هتعمله، انت هتشرب اللي انت هتطلب. لو جينا حسبنا على المتوسط 7 كورونا في اليوم، تشرب لي فنجانين قهوه 14 كورونا في اليوم، هيكونوا معاك في الشهر بكام؟ كلام فاضي. اخر الشهر بند القهوه بس هيكون مكلف معاك كام؟ هيكون مكلف معاك 420 كورونا. صدقني كلام فاضي. ولسه متبقي معاك، لسه متبقي معاك من الكيلو. لما بشتري هنا كيلو البن وبدفع الثمن مره واحده، ما تفتكرش ان الايام الجايه هتكون انت بتشرب قهوه ببلاش او مجانيه زي ما بنقول. لا، طب انا دافع الثمن بتاعها مقدم، انا الفلوس بتاعتها اتخصمت من الشهر ده مقدم، بس على اللونج تيرم محسوبه. وده بالظبط اللي انا بحاول اعمله في الفيديو، ان احنا نحسب الاستهلاك الحقيقي، مش بس الفلوس اللي خرجت من المحفظه النهارده. فطار وقهوه 40 كورونا، وده اللي انا حقيقي بعمله. انا كنت متوقع ان الاكل هو اكبر بند عندي من بنود المصاريف، لكن الحقيقه ان اكبر بند من البنود عندي هو مش بند الاكل. الغدا عندك اوبشنز كتير قوي، عندك فراخ، عندك لحمه، عندك سمك بكل الانواع، كل ما تشتهيه الانفس موجود وحلال، والاسعار بتاعت الحلال موجوده، والمحلات بتاعت الحلال برضو موجوده هنا. فانت عندك الاوبشنز كتير قوي. طيب يعني يجي نمسك الفراخ. كيلو الفراخ او كيلو الصدور دلوقتي البانيه المخليه يتراوح سعرها هنا 160 كورونا لما بيكون عليها عروض في الهايبر ماركتس الكبيره. كيلو اللحمه لو في اوفر ولا حاجه بتوصل ثمنها ل 280 و290 كورونا للكيلو الواحد. السمك هنا انت ممكن تشتري سمك سلمون عادي، ال 100 جرام بيكلفك 30 كورونا. لو هتشتري 300 جرام او القطع بتكون 300 جرام عامه، فانت بتدفع 100 كورونا، بتكفيك وجبه، ممكن تكفيك وجبتين على حسب انت استهلاكك قد ايه. كيلو الفراخ بتاعك لو انت الوجبه بتاعتك 200 جرام بروتين، 200 جرام لحمه، 200 جرام فراخ سواء صدور او وراك، انت هتكون التكلفه بتاعتها واقعه عليك بكام؟ 30 كورونا. انت متخيل الرقم واصله لك؟ اكيد انا طبعا مش هاكل فراخ لوحديها، عايز من جنبيها شويه خضار، عايز جنبيها حبه رز، شويه مكرونه. نص كيلو المكرونه هنا اللي بيكون عليه العرض بيكون ب 15 لحد 20 كورونا. الرز البسمتي الكيلو بيوصل ل 80 كورونا، وانواع كويسه جدا. وساعات لما بيكون نازل عليها عرض، الخمسة كيلو الشكاره هنا بتكون عامله 230 كورونا ولا 250 كورونا. 5 كيلو رز، انت متخيل؟ انت مستوعب؟ هنضيف عليها كمان 25 كورونا للمكونات التانية. بسيطة. تكلفة الغداء بالنسبة لك انت واقع عليك ب 55 كورونا. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل كل حاجة في البيت، وهنجيب الاكل وهنخليه عندنا، مش هنطلب اكل من بره. انا بحسب لك اللي انا بعمله، دي تجربتي انا الشخصية. فطار 40 كورونا، غدا 55 كورونا، ده بالقهوة. انا حسبت لك الفراخ، هقول لك اللحمه. كيلو اللحمه لو جبته في العرض ثمنه 260 كورونا، وهستخدم 200 جرام برضو، هقسمه على 5 مرات، يعني على حسب انت بتاكل قد ايه. دي برضو تكون متوقف عليك، يعني ما تحسبش عليا. تكلف معاك 52 كورونا في الوجبه في ال 200 جرام. هنضيف برضو ال 25 كورونا الثانيه بتاعت المستلزمات الثانيه، الرز، الخضار، ايا كان اللي عندك، ايه اللي انت حابب تاكله جنبيها يا سيدي. 80 كورونا. انت متخيل ان انت كلت غدا لحمه 200 جرام، شويه رز، شويه خضار جنبيهم، دافع بس 80 كورونا؟ انا مش عايز اصدمك واقول لك ان 200 جرام لحمه بالرز بالخضار بره في مطاعم عربيه او مش عربيه، صدقني هتدفع رقم، ورقم محترم. السمك هنا هيكلفك، بس على حسب انت هتاكل كام مره في الاسبوع سمك، هتاكل كام مره في الشهر سمك، انت والميزانيه بتاعتك. طيب هو هل هنا فعلا الطبخ في البيت مكلف ولا مش مكلف؟ بيوفر معايا فلوس اخر الشهر؟ ممكن في نهايه الشهر تكتشف ان في مبلغ كبير جدا راح على الاكل. انا شخصيا انا حابب التوازن، انا حابب اكل في البيت وما عنديش مشكله ان انا اطلب من بره، كله برضه على حسب الميزانيه بتاعتي. لان الحياه مش مجرد ارقام وتوفير، لكن كل مره انت بتختار فيها الدليفري بدل الطبخ، انت عارف ان انت اخترت الراحه بدل التعب. لو انت عندك مشكله في الطبخ، العشاء هنا بند بسيط جدا، سواء انت بتتعشى وبتدبها في العشاء ولا انت بتاكل حاجه خفيفه. تجربتي انا ما باكلش كتير في العشاء، انا ممكن اكل زبادي. الزبادي هنا في الاوفر نص كيلو ب 20 كورونا، 25 كورونا، على حسب الاوفر اللي انت هتلاقيه. طبق السلطه هنا لو انا هشتريه من بره، انا هدفع لي 50 كورونا من السوبر ماركت برضه، بس هو بيكون جاهز. لو انا جبت كل حاجه فيه فرداني، انا مش هدفع الرقم ده. ولو دفعت ال 50 كورونا، فال 50 كورونا دي هتستمر معايا 3 ايام ولا 4 ايام. بدل ما ادفع 50 كورونا في طبق سلطه، انا جبت المكونات بتاعتها وعملت 4 ولا 5 اطباق سلطه لمده 5 ايام. بند الاكل عندي بيكلفني من 3600 كورونا ل 4000 كورونا شهريا. ده متوسط المصروف بتاعي، ده من غير ما يكون في اي خروجه، اي اكل من بره، اي يوم هطلب دليفري. طيب لو انا ما خرجتش من البيت، لو انا قلت مش هجيب من بره، لو انا قلت انا هعمل كل حاجه في البيت، فعلا هصرف بس ال 4000 كورونا في الشهر؟ لا،
تعالى بقى اقول، حتى لو انت ما نزلتش من البيت بتاعك فانت في مصاريف تانية، في مصاريف بتطلع منك اجباري. الايجار، انا بدفع ايجار كام؟ انا بدفع ايجار 7000 كورونا في الشهر. لما نيجي نقسمها على 30 يوم فالليله بتاعتي هتكون واقعه عليا ب 233 كورونا. يعني انا الاكل والشرب بتاعي في اليوم بيكلفني حوالي من 120 ل 150 كورونا، زائد مصاريف الايجار. ده اكتر بند بيكلفني هو بند الايجار. زي ما انتم شايفين انا بعمل لكم فيديو تحت المطر، كله علشان خاطر يعينكم والله. طبعا ما تتخضش ان انا بدفع 7000 كورونا. 7000 دي حاجه هينه جدا بالنسبه للاسعار اللي احنا بنسمعها هنا في براك، فدي حاجه كويسه. وكمان ان انا علشان ساكن في سكن الجامعه فده بيوفر عليا كتير. لكن لو هتسكن بره وهتاخد اوضه لوحدك بره المبلغ ده هيكون الضعف، ممكن تدفع 14. المواصلات بعد الاكل والشرب والايجار نروح المواصلات. بدفع كام مواصلات؟ اشتراكي السنوي انا بدفعه هنا 3560، وبتفرق من سن لسن. لو انت تحت ال 25 سنه فبيكون هناك في ديسكاونت للطلبه، فوق ال 25 سنه ما اعتقدش بيكون في ديسكاونت. انا بدفع الفلوس كلها، بدفع 3500، 3560 كورونا، 3600 كورونا حوالي، يعني مش متذكر الرقم قوي. 3560 او 3600 لما اجي احسبها على السنه بتاعتي فانا اليوم بتاعي بيكلف معايا 10 كورونا مواصلات، مش رقم، مع ان سعر التذكره بس ل 30 دقيقه هي 30 كورونا و35 كورونا. اخر بند اساسي عندنا الموبايل والنت. فاتوره النت بكام؟ الرقم ده بيعتمد عليك. الرقم اللي هتدفعه بيكون معتمد انت هتستهلك قد ايه، وعايز خط طلبه ولا عايز خط باقه ولا عايز خط مكالمات عاديه ولا ايه نوع الخط اللي انت هتجيبه. فانا الخط بتاعي انا بدفع له 500 كورونا في الشهر، كنت واخد اوفر من الشركه فبدفع كل شهر 500 كورونا. كل حاجه انليمتد، انليمتد كولز، انليمتد انترنت، انليمتد اس ام اس. طيب لما نيجي بقى نقسم بدفع كام في اليوم، يكون واقع عليا بكام؟ 18 كورونا. يا بلاش، يعني اليوم اللي فطرت فيه في البيت، فطرت شربت قهوه، اتغديت شربت قهوه، اتعشيت شربت قهوه او شربت شاي، كلفني كام؟ بعد المواصلات، بعد الايجار، بعد فاتوره النت كام؟ تخيل الرقم اللي انا اقوله لك، من 400 ل 450 كورونا. انت شايف الرقم؟ كل ده طبعا بيفرق على نوع الاكل اللي انت هتاكله، مقدار الاكل اللي انت هتاكله، تجيب من بره ولا لا، هتعمل في البيت ولا لا، كله بتوقف عليك انت. احنا بس بنتكلم عن الاساسيات في يوم عادي، يوم عادي جدا. انا لو اليوم بتاعي بيكلف من 400 ل 450 كورونا في الشهر هيكلف معايا كام؟ هيكلف معايا 12000 كورونا، وده رقم تقريبي. انك هتيجي عليك ايام هتصرف اكتر من كده، في حاجات مستخبيه هتطلع لك. ممكن ما يكونش عندك اكل جاهز فاضطر ان انت تشتري من بره، ممكن يكون عندك شغل فاضطر ان انت تاخد اوبر او اي حاجه لو انت متاخر. ف 12000 كورونا اللي انا بصرفها ده مش معناه ان اي طالب هنا ملزم ان هو يصرف. في ناس ممكن تصرف اقل من كده، في ناس ممكن تصرف اكتر من كده. بعد ما حسبنا مع بعض وصلت لثلاث نتائج مهمه جدا. اكل البيت صحي وبيوفر معاك كتير اكتر مما تتخيل، ولو جات على غسيل المواعين والطبخ عادي اعتبر نفسك ان انت بتلعب ببجي ولا حاجه وبتضيع الوقت ده. وده هنا مش اعلان لببجي، واللي عارفيني عارفين انا قد ايه بعشق ببجي. اكتر بند عندي بيستهلك الميزانيه هو الايجار. مش معنى ان انت ما طلعتش فلوس من جيبك فانت ما صرفتش حاجه، لا خالص. في حاجات انت بتدفعها مقدم وبعد كده بتحس ان هي مجانيه، بس خلي بالك انت كده ولا كده دافعها مقدم، هي مش مجانيه. اليوم العادي جدا بتاعي انا كطالب هنا في براغ بدرس وبشتغل انا بصرف 400 كورونا، واغلبيه الاكل بتاعي بيكون في البيت. فانت تحت ممكن تكتب لي في التعليقات هل الرقم ده كتير، هل الرقم ده قليل، انت بتصرف قد ايه، انت بتدفع كام في الايجار، بتدفع كام في الاكل، بتشتري من بره ولا بتعمل في البيت ولا مقضيها مطاعم ولا ايه حكايتك بالظبط. وقول لي برضه ايه اكتر بند فاجئك؟ الاكل، الايجار، المصاريف بتاعتك، ولا بتودي فلوسك فين؟ لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، لان الفتره الجايه انا حابب ان انا ارجع واعمل فيديوهات زي ما بدات. احنا النهارده كملنا سنه مع بعض. اول يوم ليا عملت فيه فيديو كان يوم 14 يوليو، 14 7 2025 كان اول فيديو حقيقي ليا انشره على القناه بتاعتي في اليوتيوب. فاحنا كملنا مع بعض سنه، فانا حابب اشكركم علشان انتوا دعمتوني، علشان انتوا شجعتوني، علشان انتوا خليتوني اعمل حاجه فعلا انا بحبها. شكرا ليكم جدا، سلام.